كاين بزاف ديال الناس في القرى تيسولوا دابا على واحد الموضوع مهم بزاف، تيهم بالاساس المواطنين اللي عايشين في المجال القروي واللي ما عندهمش سكن خاص وباغي يشري ولا يبني. الموضوع ديال الفيديو ديال اليوم هو دعم الدولة للسكن القروي. واش بصح كاين دعم السكن القروي في المغرب؟ وإلا كان شنو هما الشروط للاستفادة منه؟ في الفترة الأخيرة خرج برنامج دعم السكن اللي كيعطي مساعدة مالية مباشرة للمغاربة باش يشريو أو يبنيو سكن لائق بمبالغ قد يصل 7 مليون سنتيم، وقد تزيد عن ذلك بحسب الحالة. لكن المشكل هو أن بزاف مازال ما فاهمينش الشروط ولا طريقة التسجيل وكيضيعوا الفرصة بسبب نقص في المعلومة. لكن في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نعطيكم شرح مفصل وبسيط على الدعم السكن القروي. غادي نهضر على الفئة المعنية، على الفئة المعنية والشروط الأساسية للاستفادة، وكذلك الوثائق المطلوبة وكيفاش تقدم الطلب بطريقة صحيحة. إلا كنتي باغي تبني سكن في وسط قروي، أو كنتي ساكن في المجال القروي وبغيتي تستافد من الدعم، خليك معايا حتى لآخر الفيديو، ما تفلت حتى شي نقطة باش تفهم مزيان وتعرف واش انت معني بهذا الدعم ولا لا. لكن قبل ما نبداو الشرح، الا ما كنتيش مشترك في القناة اشترك، في هذه هي الفرصة باش تشترك في القناة، دير لايك للفيديو، وإلا عندك شي تساؤل حطو في التعليقات. أولا، شنو هو دعم السكن القروي؟ هو جزء من برنامج الدعم المباشر للسكن الذي أطلقته الحكومة المغربية بهدف تسهيل ولوج السكن اللائق لجميع المواطنين، بما في ذلك سكان المناطق القروية. شنو هو بالضبط؟ هو مساعدة مالية مباشرة تمنحها الدولة لمواطنيها باش يتسجلوا في برنامج الدعم ويستفدوا من مبلغه كدعم عند شراء أو بناء سكن لأول مرة. قدر المساعدة يعطى بحسب الحالة، وغالبية المستفيدين يحصلون على دعم 70 ألف درهم، وقد يصل إلى 100 ألف درهم في بعض الحالات. علاش كاين هذا الدعم؟ أولا، تسهيل امتلاك السكن للعائلات، خصوصا أصحاب الدخل المحدود والمتوسط، وأيضا تقليص الفوارق المجالية بين المدينة والقرية. كيف ما قلنا، مبلغ الدعم يتحدد حسب سعر السكن. مثلا إذا كان ثمن السكن أقل من 30 مليون، الدعم يقدر يوصل لعشرات المليون. أما إذا كان السكن بين 30 و 70 مليون، فالمبلغ لا يتجاوز 7 المليون. شكون هي الفئة اللي غادي تستافد من هذا الدعم؟ هي جميع المواطنين والمواطنات المغاربة اللي عايشين في المغرب وما عندهمش سكن خاص، وكذلك المغاربة في الخارج وعندهم نية يرجعوا للمغرب يشريوا أو يبنيوا سكن لأول مرة. وبطبيعة الحال فهذا الدعم خارج الناس اللي عندهم دخل محدود، سواء الطبقة المتوسطة أو الفقيرة. شروط الاستفادة من دعم السكن بالمغرب بالنسبة للمجال القروي: أولا، الجنسية أو الإقامة، بمعنى أن يكون المتقدم مواطنا مغربيا، سواء كان مقيما في المغرب أو من المغاربة المقيمين بالخارج. ثانيا، ألا تمتلك عقارا مخصصا للسكن على مستوى التراب الوطني، بمعنى أنه في حالة ما إذا كنت عندك سكن خارج المغرب فهذا لا يؤثر إطلاقا على حصولك على الدعم. واحد الحاجة أخرى، إذا سبق لك كان عندك سكن أو استفدتي من الدعم للسكن، فهذا الشيء قد يمنعك من الحصول على الدعم. ثالثا، هناك شروط يجب أن تتوفر في السكن المراد للاستفادة منه. أولا، يجب أن يكون السكن للبيع لأول مرة ولم يسبق بيعه لأي مشتري آخر غيره، ذلك غير مقبول بتاتا. إذا كان مجرد عقار ليس به بناء، بمعنى أرض ما مبنياش، فراه ضروري الحصول على رخصة بناء. وكذلك حتى في حالة ما إذا كان مبني ضروري من الرخصة، وهذه الرخصة ما خصهاش تكون دايز عليها عامين. كما يجب أن يكون عدد الغرف لا يقل عن غرفتين، ويتضمن مرافق أساسية مثل الماء والكهرباء حسب القوانين المحلية للبناء. ويفضل أن يكون موقع السكن ضمن المناطق التي يغطيها برنامج دعم السكن القروي. بغيتي تأكد باللي العقار ديالك ضمن هذا النطاق، خاصك تدخل الموقع maroc.ma.
يجب أن يحرر عقد وعد البيع ثم عقد البيع لدى موثق معتمد ومسجل بشكل قانوني. ومن الشروط الضرورية بعد شراء السكن يجب أن يكون إقامتك الرئيسي. اش يعني هادشي؟ خصك أنك في حالة ما إذا شريتيه خصك تسكن فيه لمدة لا تقل عن 5 سنوات على الأقل. أي بيع أو استغلال للسكن لأغراض أخرى قبل هذه المدة قد يترتب عليه إرجاع الدعم المالي. وأخيرا يجب أن لا يتجاوز السكن 70 مليون، وإذا كان أقل من 30 مليون قد تحصل على دعم يصل إلى 10 مليون سنتيم. الطريقة اللي خصني ندفع بها الوثائق باش نشد الدعم للسكن القروي، طريقة بسيطة جدا. أولا خاصك توجد الوثائق المطلوبة غير منقوصة، وهي كالتالي: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، نسخة من رخصة السكن أو رخصة البناء، عقد وعد بالبيع أو مستند ملكية للأرض أو عقد البيع، هذا في حالة ما إذا كنتي بغيتي دعم باش تبني فقط. شهادة إقامة حالية أو شهادة السكنة، شهادة إثبات الدخل إذا كان مطلوبا حسب حالة الدعم. التسجيل يتم في المنصة الرقمية دعم سكن بوان ام أو تطبيق دعم السكن. يجب عليك ولوج إلى البوابة دعم السكن الرسمية وتعبئة الطلب وإدخال المعلومات المطلوبة وتحميل الوثائق التي سبق وذكرناها وإرسال الطلب. والله يسر للجميع وإن شاء الله تاخذ الدعم ديالك. في إطار المعلومة فقط، البرنامج لا يقتصر على الدعم المالي فقط، بل يشمل أيضا بناء وحدات سكنية أو ما يصطلح عليه بالجزيئات السكنية في القرى بالتعاون مع مجموعات مثل شركات العمران، وذلك تسهيلا لتمليكها للفئات المستهدفة. بهذا نكون وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى أن أكون أفدتكم ولو قليلا. شكرا على حسن الإصغاء، وإلى اللقاء في فيديوهات قادمة إن شاء الله.